محدش بياكلها بالساهل. النهارده هتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع كل رمضان: هتمرن قبل الفطار ولا هتمرن بعد الفطار؟ طيب بص، هو الفيديو ده هيكون غير اي فيديو انت شفته قبل كده، وفي الغالب يعني مش هتلاقي مني نفس الاجابه اللي انت متعود تسمعها، اللي هي ان انت ممكن تتمرن قبل الفطار عادي ومش كارثه طبيعيه زي ما بقول لك كده، او زي ما الناس بتحاول تقول لك. لكن انا هقول لك المخاطر بتاعتها فعلا اللي ممكن تبقى موجوده، بس هل هي هتبقى اصلا موجوده معاك ولا الموضوع مجرد تهويل؟ خلينا نبدا كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. التمرين في رمضان هينقسم الى شقين وفريقين. اول فريق ناس هتروح تتمرن بعد الفطار في اي وقت، وناس حابه هتتمرن قبل الفطار على طول. ونادر اصلا لما تلاقي حد بيتمرن الساعه 2 او 12، استحاله يعني انه يكون صايم ويتمرن كده، يعني الا لو كان هو. ما علينا ما علينا. ففي الغالب يعني الناس اللي هتيجي تتمرن قبل الفطار بالساعه، وهم يعني انت بالنسبه لك الجيم هيكون صحراء جرداء لا زرع بها ولا ماء. قبل الفطار بساعه واحده هتلاقي اقولها ازاي، لما عادل امام شمر كده وقال محدش بياكلها بالساهل. هو ده الجيم في رمضان في الغالب يعني، سواء قبل الفطار ولا بقى بعد التراويح بتلاقي حرب على الطنوبل. فخلينا نحسم القول هنا: لو حد متسحر كويس، مترطب كويس، بياخد المعادن بتاعته بانتظام، ما عندوش شغل الصبح، ما بيعملش اي مجهود بدني يذكر صباحا او وقت الصيام اساسا، بينام من بعد السحور لحد الساعه 3 عصرا، فده في الغالب يعني التمرين قبل الفطار مش هيكون مؤذي زي شخص تاني بيصحى الصبح بدري شغله وفي إجهاد بدني عليه والدنيا بتبقى حر بالنسبة في المكان اللي هو فيه، فبيفقد سوائل، فبالتالي ممكن يتعرض إلى جفاف. وده أسوأ سيناريو ممكن يحصل لك، إن يحصل لك جفاف، فدي هتكون مشكلة كبيرة جدا. لكن معظم الناس ما أظنش إنها هتواجه نفس المشكلة دي. أنا رمضان اللي فات تقريبا اتمرنت مع معظم الناس، كنا ما حدش بياكلها بالساعة، نخش نتمرن قبل الفطار بساعة. فعادي، وانا متعود اوريدي ان انا اتمرن من غير ما اكون واكل، فده يعني تعود. ما اثرش على اوزاني بنسبه كبيره قوي، لكن في فكره الفات لوس كان ممكن احسن شويه بالنسبه لي. عادي يعني، بس هو الموضوع تعود. لكن الادفانتجز هتكون معاك وقت فاضي بعد الفطار ان انت تعمل اللي انت عايزه وتقابل اللي انت عايزه. لو خلاص هما ايا كان الموضوع هيبقى معاك وقت اكتر في رمضان ان انت تصلي التراويح، تقابل اهلك، تقعد مع اصحابك، ايا كان اللي انت ناوي تعمله في رمضان، فممكن تكون ادفانتج. ولكن الميزه في الفتره دي ان احنا تقريبا السحور هيكون على الساعه 5 او 4، فمعظم الجيمات هتقفل على الساعه 2 او 3، والليل معانا طويل شويه. فدي ميزه انا شايفها رائعه جدا، ان انت تتمرن بعد الفطار، تختار وقت من بين الساعه 10 ل 12 او الساعه 1 ان انت تتمرن، تاخد وجبه وبعد كده وجبه السحور. فدي بالنسبه لنا هتكون حاجه رائعه جدا. موضوع بقى التمرين في رمضان انا هزيد في الوزن او هقل في الوزن، هو الموضوع سبجكتيف بناء على الدايت اللي انت هتمشي عليه. يعني رمضان فرصه قويه جدا ان انت تعمل اي حاجه، سواء ان انت تزيد في الوزن او تخسر في الوزن. الاثنين دول هم المتحكم الاساسي فيهم هيكون هو الاكل اللي انت بتدخله. رمضان معروف عندنا بما ان احنا بيئه شرقيه شويه، معروف عندنا بالحلويات والاكل المسبك وحاجات كتير والعزومات الى اخره، والعصائر اللي بنتفنن في صنع السكر اللي احنا بندخل حاجه جوه حاجه، في حاجه مرشوش عليها حاجه. يعني قصه كده بنخلي الحاجه سعراتها تتراوح ما بين 5000 ل 6000 سعره قطعه يعني. احنا بنتفنن كشرقيين في الموضوع ده. وانا دايما كنت بقول لو انت عايز تعمل فورمه يا ريت تلتزم بدايت قبل رمضان، عشان لما يخش رمضان يبقى عندك فرصه ان انت تتدلع شويه. برضه لو ما خسيتش قبل رمضان فده ما يمنعش ان انت ممكن تلقط حاجات خفيفه. لكن لو ضربت الموضوع، لو فتح منك التغيير ده، ممكن يبقى كارثه في زياده في الوزن في اخر الاسبوع. ف في رمضان فرصه قويه جدا ان انت تتمرن، فرصه قويه ان انت تبني عادات صحيه، فرصه قويه ان انت تبني اي عاده انت عايزها. الوقت في الغالب هيكون منظم، هيبقى احنا عارفين احنا بناكل امتى، عدد وجباتنا هيكون عامل ازاي، هتقسم وجباتك اللي انت بتاكلها في اليوم العادي على 3 وجبات او 4 وجبات. ده الدايت بالنسبه في رمضان. التمرين هل الشده هتختلف مش هتختلف؟ ده بيعتمد على الوقت بتاعك اللي انت هتتمرن فيه، وهل انت بتتعود تتمرن وانت صايم ولا لا، وهل انت هتتمرن بعد الفطار ولا لا، او هدفك استزاده عضليه او لا. فالموضوع سبجكتيف من شخص للتاني، لكن في الغالب معظم الناس ممكن يكون اوزانها بتزيد شويه في رمضان، ومعظم الناس لا مش احسن حاجه. فالموضوع بيبقى سبجكتيف للشخص. لكن نحسب الجدال في موضوع ايه احسن وقت تتمرن فيه في رمضان، هو الوقت اللي هيكون مناسب ليك، في نفس الوقت تكون انت جسمك مترتب كويس، انت بتعود تتمرن عليه. لو انت بتتمرن وانت تشرب الانرجي درينكس بتاعتك، فالفطار
ده هيكون انسب وقت ليك. لو انت لا عادي تتمرن وانت صايم، ويعني موضوع العطش الدنيا مش هتبقى حر، ما عندكش اي انشطه قبل كده، ممكن تتمرن قبل الفطار بس الشده تكون قليله شويه. وبس ده كده ملخص الفيديو بتاع النهارده، والفيديو اللي جاي هنتكلم فيه عن موضوع الكرياتين في رمضان. استنونا واكتبوا لي اسئلتكم في الكومنتات، عشان اي محتوى احنا بنعمله بيكون مستوحى من الاسئله بتاعتكم، ويا رب يكون سلسله الفيديوهات دي تعجبكم. ومعلش انا عارف اني بتكلم بسرعه شويه لحد ما اتعود اتكلم مع الكاميرا برتم ابطا شويه. يا رب تكونوا فهمتوا الكلام يعني. وبس كده، شكرا، بحبكم في الله.